وبقى عندي أخ صغير، عندي أخ هالعب معاه، يالّا بقى يا ماما هتلعب معاه بقى، هتلعب مع أخويا بقى يا ماما. استني عندِك، أنتِ هتعملي إيه؟ مش عارفة يا حبيبي الكلام اللي هاقوله لك ده هتفهمه والّا لأ، أنا عارفة إنه كلام كبير أوي على سنك وممكن ما تفهمنيش، بس هاعمل إيه مش لاقية حد حتى أتكلم معاه واشكي له همي، أنا مضطرة أتجوز يا حبيبي بس مش هاسيبك هاخدك معايا، وهنعيش في بيت تاني جديد كبير، الشغل ما بقاش مقضي المصاريف وما بقيتش عارفة أسيبك فين، ولما بادفع لك مصاريف الحضانة ما بيتبقاش حاجة من القبض. مضطرة أتجوز واحد يشيل مسؤوليتنا يا حبيبي ويشيل همنا ويبقى سند لينا. هاروح بيت جديد. هيه الحمد لله إنِّك قُمتِ لنا بالسلامة وجبتِ لنا أجمل طفل في الدنيا، عمر حبيب قلب أبوه. الله يسلمك يا عادل يا حبيبي، أنا فرحانة أوي إن أنا جبت أخ لزياد عشان يلعبوا مع بعض ويكبروا سوا ويبقوا سند لبعض. وبقى عندي أخ صغير، عندي أخ هالعب معاه، يالّا بقى يا ماما هتلعب معاه بقى، هتلعب مع أخويا بقى يا ماما. استني عندِك، أنتِ هتعملي إيه؟ اوعي تفكّري خلّيه يلعب مع أخوه وهو في السن ده، الولد لسه صغير وممكن يأذيه أو يوقّعه أو يخلّيه يعيّط، أنا مش عايز في أي وقت آجي ألاقيهم بيلعبوا سوا في السن ده، لمّا يكبر يبقى يلعب معاه براحته. في إيه يا عادل اهدى إيه اللي جرى لكل ده؟ الولد ما كانش هياخده مني غصب عني يعني، وأنا عمري ما هخليه يشيله لوحده، كنت أنا هخلي بالي عليهم هما الاتنين، مفيش حاجة حصلت تستدعي إنك تزعق وتتنرفز بالشكل ده. يلا يا زيزو خد الكورة معاك اهي وريني بقى المهارة والحركات بتاعتك هتعملها ازاي ايه ده انت بتعملها ازاي؟ بص يا ابني الحركات بص الشقاوة بص الحركة الجامدة دي تعرف تعمل بقى الحركة دي؟ ايه ده يا زيزو انت عملتها ازاي انا مش عارفة اعملها لازم تعلمها لي. أنتِ يا هانم يا اللي في البيت، إيه الفوضى اللي أنا بقيت عايش فيها دي، وإيه الإهمال ده؟ في ايه بس يا عاد اهمال ايه بس وفوضى ايه ما تتكلم ايه اللي حصل؟ ورق الشغل المهم اللي أنا حطيته في المكتب وقُلت ما حدش يدخل المكتب خالص، أكيد أنت يا زياد اللي عملت كده، أنت اللي شخبطت ولوّنت فيه، مين يعني اللي هيتجرأ يعمل حركة زي دي؟ شوفي ابنِك وتصرفاته يا ست هانم. أنا ما عملتش حاجة يا بابا عادل، مش أنا اللي شخبطت ولا لوّنت في الورق، أنا ما دخلتش المكتب خالص، من ساعة ما حضرتك زعقت لي آخر مرة ونبهت عليَّ ما ادخلوش، وأنا ما باروحش ناحية المكتب نهائي. الصراحة يا بابا أنا اللي عملت كده في الورق، أنا كنت داخل ألعب وكان معايا ألوان وما كنتش لاقي حاجة ألون عليها، ولقيت الورقة دي على المكتب وما كنتش عارف إن هي مهمة للشغل بتاعك يا بابا. خلاص يا عمر انت كده بالشكل ده عرفت غلطك يا حبيبي، يا ريت الموضوع ده ما يتكررش تاني وما تقربش ناحية المكتب خالص عشان بيبقى فيه ورق خاص بالشغل بتاع بابا وبيكون مهم جدا. وانت يا زياد خد اخوك عمر وخد الكورة واطلعوا العبوا بره شوية في الجنينة عشان عايزة اقعد اتكلم مع بابا عادل شوية. ممكن اعرف بقى في ايه كل شوية زعيق زعيق؟ ايه الطريقة اللي كنت بتتكلم بيها مع زياد؟ حرام عليك الولد والطريقة اللي بتعامله بيها دي، كنت اسأل الاول قبل ما تعمل كده. هو في إيه؟ ما خلاص، ما كانوش كلمتين قُلتهم، وأنا كنت هاعرف منين يعني؟ ما هو طبيعي لازم أتوقع إن زياد اللي يعمل حاجة زي كده، هو في حد هنا في البيت شقي غيره؟ يا ريت يا ياسمين تتفهمي موقفي وظروفي وما تفهمينيش غلط. انت كلمتيني في موضوع تقديم المدرسة بتاع زياد وكنت عايزة تدخليه مدرسة خاصة كويسة وكده، بس اليومين دول ظروف شغلي صعبة قوي وخسرت فلوس كتيرة ومش معايا سيولة كافية ان انا ادخله المدرسة اللي انت عايزاها. بصي من الاخر كده انا اخري اكفيه المصاريف الشخصية بتاعته، يعني اكل وشرب ولبس، انما الدروس بقى والمدرسة أنا هاقدّم له في المدرسة الحكومي، إن كان على الدروس أنتِ وشطارتِك بقى ذاكري له أنتِ هنا في البيت هيبقى أحسن من المدرسين ألف مرّة، أنتِ متعلّمة وشاطرة وذكية وهتعرفي توصّلي له المعلومة كويس كمان. لو على ظروفك المادية فاحنا نقدرها ونقدر نعيش بأقل الإمكانيات. انت قلت هتدخله مدرسة حكومي ما عنديش مشكلة. طب الدروس لأ ليه؟ يعني المنهج هيبقى صعب عليه في الأول وعليا ولازم مدرس يساعده، وأنا بعد المدرس في البيت ممكن أساعد لكن مبقاش أنا كل حاجة. على فكرة دورِك أنتِ كأم في البيت أهم 100 مرّة من دور المدرس، الولد ممكن ياخد الدرس وما يفهمش المعلومة ويروّح ينساها، لكن أنتِ في البيت هنا هتركّزي بقى معاه وتعيدي المعلومة مرّة و2 و3 لحد ما تثبت.
كده يا حبيبي خلاص احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة. لو في حاجة واقفة قدامك مش فاهمها اسألني يا حبيبي وانا اعيدها لك. انت عارف انا حلم حياتي اشوفك مهندس كبير قد الدنيا. لأ أنا فهمت الدرس كويس أوي يا ماما، شرحِك حلو خالص، أنا هاذاكر كويس أوي، أوي عشان أنا كمان نفسي أطلع مهندس. صحيح يا ياسمين، كنت هانسى أقول لِك، بما إن ميعاد التقديم بتاع عمر للمدرسة جه خلاص، فأنا سألت له على مدرسة خاصة كويسة، كل أصحابي كانوا بيشكروا فيها جدًا، جبت لِك كل البيانات عنها، هيروح إمتى وييجي إمتى، عشان تبقي عارفة كل التفاصيل بتاعتها. ايه بتقول ايه؟ مدرسة خاصة؟ ازاي يعني؟ ما انا ساعة زياد لما جه يقدم قلت ان ظروفك صعبة ومادياتك ما تسمحش وانك مش هتدخل الاولاد غير مدارس حكومية. ده انت حتى قلت معكش فلوس للدروس. لأ، ما أنتِ عارفة إن الموضوع ده كان من كام سنة، إنما أنا دلوقتي خلاص الحمد لله شغّلت فلوسي وكسبت وربنا فتح عليَّ، يبقى ما أدخّلش عمر مدرسة خاصة ليه وأظلمه في الحكومي وأنا بقى معايا فلوس. حبيبي يا زياد ألف ألف مبروك يا حبيبي النجاح. مش قادرة أصدق إن فاضلك سنة واحدة وتبقى مهندس قد الدنيا. يا حلمي أخيرا اتحقق يا حبيبي. تعبت ولقيت تعبك. ألف مبروك يا حبيبي، برافو عليك، أنت ولد شاطر ومجتهد ورفعت راسنا كلنا. بُص بقى أنا عايزك تركّز مع أخوك عمر في الثانوية، أنا عايزه يجيب مجموع يدخّله كلية هندسة زيك كده. طبعًا يا بابا، أنا لازم أطلع مهندس زي أخويا زياد حبيبي، بس أنت تقول له إن هو يساعدني، لازم يذاكر لي كويس عشان أبقى مهندس شاطر زيه. الله يبارك فيكم ويخليكم ليا، أنا وصلت للي أنا فيه ده بفضل رعايتكم ليا وقوفك جنبي يا بابا عادل ومذاكرتك ليا يا ماما من زمان وانتي بتأسسيني وبتساعديني، أنا مش عارف أشكركم إزاي. وانت يا عمر يا حبيبي أنا مش عايزك تقلق خالص، هنقسم جدول مع بعض المواعيد المذاكرة وعايزين نستغل برضو الأجازة مش في اللعب بس، نحاول نذاكر فيها شوية كمان. مذاكرة إيه اللي عمر هيذاكرها في الأجازة؟ مش لما يذاكر في الدراسة الأول. بجد أنا تعبت منه قوي. عشان تبقى شاهد يا عادل قدامك أهو ابنك ما بيسمعش كلامي وكل ما أقوله تعالى أقعد معاك نذاكر أو نراجع ما بيرضاش. هو ده هيدخل كلية الهندسة إزاي؟ ولا هيجيب مجموع من أصله إزاي؟ في إيه يا ماما؟ ما أنا كنت باذاكر يعني، وإيه اللي جرى لمّا أخرج وأتفسح؟ ما إحنا في أجازة، هو أنتِ عايزاني أقعد في الأجازة كمان أذاكر؟ أنا ما صدقت خدتها عشان أخرج مع أصحابي وأتفسح بقى. لا، لا يا جماعة أنتم مزودينها أوي، أنتم عايزينه يذاكر في الأجازة كمان والّا إيه؟ لا طبعًا يخرج ويتفسح، الأجازة اتعملت عشان كده، وهو يعمل اللي عليه في الدراسة واللي يجيبه يجيبه بقى، حتى لو ما جابش مجموع أنا هادخّله كلية الهندسة خاصة بالفلوس يعني. عاجبك كده؟ شُفت وصّلت حال عمر ابننا لإيه؟ ما بقاش يسمع كلام حد ولا بقى مهتم بدراسته، كل حاجة خُد اللي أنت عايزه وكل حاجة دخّلك بالفلوس. أنت فاكر الفلوس كل حاجة؟ عمّال يسقط في الكلية اللي أنت دخّلتها له بالفلوس سَنة ورا سَنة. قُل لي هيتخرّج منها إمتى وإزاي؟ هتنجّحه بالفلوس إزاي؟ وحتى بعد ما يتخرّج منها قُل لي هيشتغل إزاي ويشيل مسؤولية إزاي وهو معروف عنّه إن هو اتخرّج أصلًا بالعافية؟ أنا عملت كده وكنت فاكر إن أنا باساعده عشان يبقى مهندس كبير زي أخوه، بس للأسف لقيتني باضُرّه وأنا مش واخد بالي. زمان قبل ما نتجوّز ما كنتيش بتتكلّمي غير عن موضوع زياد، قد إيه هو اتظلم وإنه ما لهوش أب وكده، فده خلّاني بقى عندي إحساس داخلي مجرّد ما خلّفنا عُمر إنِّك هتفرّقي بينهم في المعاملة، وإنِّك هتدّي حنيّة لزياد أكتر، يعني عشان ما لوش أب وكده من باب إنِّك بتعوّضيه. فده خلّاني أنا كمان أهتم بعمر أكتر، وأحاول أوفّر له كل سُبل الراحة، وأدّي له كل اللي هو عايزه، بس للأسف لقيت باللي أنا باعمله ده ضرّيت عمر، ويا ريتني كنت ربّيته زي ما ربّيت زياد. قُلت لي بقى ده سبب معاملتك السيئة لزياد السنين اللي فاتت دي كلّها. كنت دايمًا بتقسى عليه وبتميّز عُمر عنّه. حرام عليك الاتنين ولادي وعمري ما كنت هافرّق بينهم. قلب الأم ما يعرفش يفرّق أبدًا. لكن للأسف يا عادل أنت فرّقت لإن زياد مش ابنك ومعاملتك ليه كانت واضحة جدًا والولد كان بيسكت كتير وأنا كنت باحاول أسند وباحاول إن أنا أطبطب عليه. بس الحمد لله ربنا وقف معاه ونصره ونصفه وبقى مهندس كبير قد الدنيا. وتعالى شوف معاملتك لعمر وصلته لفين. ضيعته يا عادل انت ضيعت ابننا.
يا بابا يا ماما، أنا فرحان أوي، أنا فرحان أوي. خير يا زياد يا حبيبي، إيه اللي حصل؟ فرحنا معاك، قول. كسبت يا ماما جايزة الدولة التشجيعية، وهاخد المنحة وهسافر يا ماما. المشروع بتاعي نجح، اللجنة جت يا ماما وراجعت على المبنى بتاعي ولقيته من أفضل المشاريع، عشان كده كسبت المسابقة وكسبت المنحة يا ماما. أنا فرحان أوي. ألف ألف مبروك يا حبيبي، يا رب دايما من نجاح لنجاح ودايما رافع راسنا كده. تعبت يا حبيبي وربنا بيعوضك خير على تعبك ده. ألف مبروك يا زياد يا حبيبي، انت ولد خلوق ومجتهد وتستاهل كل خير. كان نفسي اشوف عمر زيك، بس للأسف يا ريتني ربيته زي ما ربيتك بالظبط. انا دلعته واديته هو كل حاجة وحرمتك انت من كل حاجة. عشان كده ربنا عوضك، وعوض ربنا دايما يا ابني بيبقى كبير.